يا ابني اسكت بقى، يا ابني اسكت بقى، اهمل، ورانا شغل، مش لازم ننزل نشحت. خد 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 سكة نفس، مش عايز. ولد انت مصري لازم تتعود. يا منيل يسحبوا منك الجنسية بقى. خلينا ورانا شغل. اهلا بكل احباء المواكيس، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. جايب لكم النهارده اخبار لوز اللوز، لان انتوا عارفين نحن نقدم لكم الحقيقه العاريه، خصوصا انتوا المواكيس، الناس اللي عايشه في المنطقه المنكوبه دي من الكوكب، رغم ان انتوا بتستاهلوا، بصراحه تستاهلوا، عشان مطنسين على الاخر، لا لايك لا شير لا دعم، بس انا بحبكم ومش هتكلم، مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. ها؟ وجاتك تسلخات في فخادك اللي ما تعمل لي لايك ويصير ودعم. النهارده بقى عندنا اخبار، وانتوا اتعودتوا مننا ان انا بقدم لكم الحقيقه عاريه ملط، لا مش عشان حاجه، رغبه في السفاله يعني كده، عشان الناس تبقى مليطه، الناس تزفلط زي ما هي عايزه. ها؟ نبدا منين؟ نبدا من ام العجايب المخروبه. شفتوا اللي حصل؟ شفتوا اللي حصل مع بلبن؟ قفلوا محلات بلبن، ال100 و300 فرع كلهم اتقفلوا. المصريين خلاص دموعهم نزلت. هيعيشوا ازاي مثلا؟ هيعيشوا ازاي من غير الاسطوزه؟ هيعيشوا ازاي من غير لهاليب ويحيح؟ طلع عمرو اديب واستضاف الراجل اللي هو صاحب محلات بلبن، وقال له في حالات تسمم. الراجل يعيط يقول لا مفيش تسمم، يعيط مفيش تسمم، لا في تسمم، يعيط مفيش تسمم. والمصريين خلاص اكتئبوا وقالوا خلاص هنعيش من غير الاسطوزه. ربع ساعة نص ساعة كده وفوقوا ان الراجل بتاع بلبن عامل اعلان بيقول شكرا الابا زيزي. اول ما بيذكر الابا زيزي تحسس مصلحتك. ابا زيزي ايه دخله في الموضوع؟ ابتدت الاشاعات تطلع، قال لك ايوه الابا زيزي هبط زي الباراشوت كده اهوت، وقرر ان هو يقاسم الراجل بتاع بلبن. اخرس، قطع لسانكم، قطع لسان اللي يجيب الراجل ده بحاجه كده، يا خبر ابيض، ده كل انت مهما قلت فيه مش هتقدر توصف نجاسته، فما تجيبش سيرته لو سمحت، ما تجيبش سيرته، مهما قلت فيه مش هتقدر توصف القذاره والنجاسه اللي فيه، فما تجيبش سيرته احسن. ما تظلموش يا ولاد، لان الظلم ظلمات، والله العظيم الظلم ظلمات. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هتقولي ايه؟ هتقول عليه ابو جهل، ابو لهب، ظلمت ابو لهب، ظلمت، ده ساعتها ابو لهب هيبقى خصيمك يوم القيامه، يقول لك انا بالوسيخه دي. فما تظلموش يا ولاد، ما تظلموش. الناس بقى طلعت اشاعات وقامت قايله الاباظيزي بص في المصلحه وقال لك انط له في المصلحه وقال له ابو اسد. قطع لسانكم، الحق اللي حصل مش كده، اللي حصل مش كده. طيب ليه بلبن رجع رغم ان كان بيقولوا ان في حالات تسمم، فجاه ما بقاش في حالات تسمم؟ يا سيدي فجاه ما بقاش في حالات تسمم. طب هل الاباظيزي قسم معاه؟ ايوه يا سيدي الاباظيزي قسم معاه، بس عشان هو ظالم؟ لا، عشان هو راجل حقاني، عشان هو راجل حقاني. وافكرك بوصيه امه، لما امه قالت له رجع الجزر للسعوديه، عمل ايه؟ رجع الجزر للسعوديه. شفت حقاني ازاي؟ معلش مش جايين النهارده نتكلم عن اخلاق القذر، معلش خلاص، غني عن التعريف، غني عن التعريف. طب ايه الحكايه؟ نحكي لك. هم جابوا الراجل بتاع بلبن قالوا له المنتج بتاعك اسمه ايه؟ قال لهم بلبن. قالوا له بس اقفش، جبت اللبن منين؟ ما قدرش يتكلم. الراجل بقى قعد يقول قالوا له بس خلاص جبت اللبن منين؟ خلاص. واذا ذكر اللبن ذكر ابو لبن كتير، اللي بقاله 10 سنين بيصب في مصلحه المصريين وما اتكلمش، وعمره ما طالبك بحق كوبايه لبن من اللي صبت في مصلحتك، ما طالبكش بكده ابدا ابدا ابدا، لان هو طبعا اللي بيخرج منه مش ليه، راجل معطاء. انما لما توصل ان تعمل مشروعات، لا يبقى لازم يكون لي واقف. قال له تعالى جبت اللبن منين؟ معلش يقول. قالوا له اوعى تكون لبن الزعيم. قال لا والله العظيم ما قربت لبن الزعيم، وبعدين الزعيم مخصي، لبن ايه؟ قالوا له يبقى لبن العصفور. قال ايه لبن العصفور دوت؟ ايه لبن العصفور دوت؟ انا احكي لك حكايه لبن العصفور، لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه. لازم نفهم ان احنا في الحياه دي بنكمل بعض. فاذا كان ده الاباظيزي، فمثل الاباظيزي بيصدر الامر. ها؟ انما هو مين لا مؤاخذه اللي بيهد بيوتك؟ العصفور الصغير. ها؟
مين اللي بيطلعك من شمال سيناء؟ العصفور الصغير. مين اللي بيضربك ويهينك؟ العصفور الصغير. مين اللي طحن اخواتنا في جزيرة الوراق؟ العصفور الصغير. مين اللي بيستولى على المشروعات زي مثلا كبدة البرنس عشان يفتح مكانها كبدة الاختيار؟ العصفور الصغير. فبيكملوا بعض. فإذا كان ده الأباضيزي، إنما لبن العصفور هو اللي بتصب في مصلحتك. اللبن ده في ناس استغلته وعملت عليه مشروعات. يرضيك؟ لبن العصفور ده اختراع الاباظيزي. معلش احكي لك لانه رومانسي في نفسه، ممحون كده من وهو صغير. ايام الخطوبه لما كان خاطب نصره كده، وكانوا لسه بسم الله ما شاء الله لسه بتدقلك حته برميل ازرق لسه طالع لونه فاتح بيجري كده، ما تعرفش طالع لقدام ولا جاي لورا، ملهوش طول من العرض، قفا من وش، حاجه كده يعني تشرح القلب ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وقال لها نصره ان شاء الله هجيب لك لبن العصفور. قالت له قصدك لبن العصفور؟ قال لها مش عايزين هبل بقى، مش عايزين هبل يا نصره، عصفور ايه اللي هجيبه وافضل احلف فيه؟ وبعدين حتى لو حلبته هينزل لك كام نقطه، تعمل لك ايه لبن العصفور؟ لا، لبن العصفور اكتر واكثر دسما، وهتشوفي يعمل معاك وتلف الدنيا. وفعلا ما شاء الله ما شاء الله يغرقها بخير لبن العصفور، لان لبن العصفور لبن العصفور بخيره. لبن العصفور بخيره. لبن العصفور ده نقطتين، انما بص بقى الراجل اللي فين. لبن العصفور ده لبن العصفور. انت مركز فين؟ باصص على اللي ورايا يا سيدي؟ دول امواتنا، ها، دول امواتنا. باصص فين يا عم الحاج؟ خلينا بس نكمل الحكايه. دول امواتي جايين عايشين معايا في الشقه. اهلي اللي ميتين جم يعيشوا معايا في الشقه. في ايه؟ شقه ايه معلش؟ في الكشك اللي انا عايش فيه. ايه بقى؟ خليك بس مركز معايا، نكمل لك بس حكايه لبن العصفور. وعصفور ضعيف الجناح الدنيا غدرت بيه، رمى الهوى عليه لجلنا ربي. فتحوا له البلد قالوا له برطع فيه. الكتم بقى، خلينا نكمل الحلقه دي، مش ناقصين بلاوي. ماشي ماشي. ده حكايه لبن العصفور، والحمد لله خلاص الراجل عرف وقال لك خلاص اذا كان ده لبن الاباظيزي معلش الحق حق، ياخد نص الايراد، ياخد نص السبوبه، معلش حقه، داخل بمجهود، ده شريك بمجهود، ده المشروع كله قايم على لبن. وبكده نبشركم احتمال المرحله الجديده دي ان شاء الله ان شاء الله هتبقى نغنغه على المصريين، لان احنا تعودنا على مرحله الخوازيق، والخوازيق بتيجي مموهه ازاي؟ لا مؤاخذه، ده خازوق البنزين، حسيت بيه؟ لا ما حسيتش بيه. ليه؟ عشان كان في محمد رمضان لابس بدله رأس والبراه، فيقول لك بص يا محمد رمضان، فما بتحسش بيه. بص ايدهم ولاد الذين عاملين زي الدكتور اللي ايده حنينه في الابره، دول ايدهم حنينه في الخوازيق، ما بتحسش بيه. بص 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 يا محمد رمضان، بص يا محمد رمضان، اوبا من لبس الخازوق، وبتبقى مرضي. بس المرحله الجايه هتبقى بسهوله اكتر من كده. ده الخازوق العادي. المرحله الجايه هي مرحله الخازوق بلبن، لبن العصفور. ورجع لبن تاني ورجع بلبن تاني. وبكده هنيئا للناس هتنعم بالاسطوزه ولهاليب ويحيى. تصدقوا بالله؟ تصدقوا بالله؟ فتح بلبن، قفل بلبن، رجع فتح تاني بلبن، ولغايه لغايه دلوقتي بسمع عن الاسطوزه ولهاليب ولحيح ما دقتها، بس الحمد لله. لو كان على لبن العصفور الحمد لله مغرقنا بخير، مغرقنا بخير. يا جماعه ركزوا، مصممين تعرفوا ماشي، دي امواتي يا سيدي عايشين معايا، اهلي اللي ميتين كلهم جبتهم يعيشوا معايا. ايوه حتى لما جينا نطلع من المقابر طلعنا واحده حامل ولدناها، وبسم الله ما شاء الله مالين عليا الكشك اللي انا عايش فيه. اعمل ايه تاني؟ ايوه يا سيدي، ابن الاحبه ازال مقابر باب النصر، ما قالش لحد تعالوا خدوا امواتكم، ما قالش دخلت كده على طول. الناس حتى مصوره المقاطع، المقابر مهدومه في هياكل عظميه، في صباع عامل كده، ايه احتمال يكون صباع، في صباع يعني القبر فاضي وفي صباع عامل كده، في مش عارف ايه، حته عظمه من هنا حته عظمه من هنا، ازال مقابر باب النصر.
الاموات تعمل ايه؟ في الناس اللي لحقت نفسها لا مؤاخذه قامت على طول ساتره نفسها وجاريه على اهلها اهو. قرايبي وقصدوني معلش، قصدوني قالوا لي معلش خلاص، التراب ما بقتش ستره، ما بقتش ان ستر الميت ان ينزل التراب في عهد الاباظيزي، ما بقتش ستره. طب انا ابويا بقى دي تاني مره، دي تاني مره، يعني كان عند مقابر الامام الشافعي، جه الاباظيزي اذان مقابر الامام الشافعي، قمت واخد ابويا وجايب له تربه تانيه وقمت حاطه في باب النصر، جه اذان، لا ده انت مستقصد ابويا بقى، ده انت مستقصد ابويا، اوديه فين؟ بس الحمد لله، الحمد لله جات لي فكره، قلت بس هو بيزيل مقابر المسلمين، قمت رايح دافن ابويا في مقابر اليهود، كده ضمنت ان الاباظيزي مش هيهدها ولا هيسيلها في مقابر اليهود. حتى واحنا داخلين قالوا لي اوعى يكون مسلم، انا ما رضيتش بقى افتن على ابويا، قلت بص الله اعلم بحالته، ده سر بقى، خلوه لما يطلع للي خلقه هو هيقول ديانته بقى، ما انا رضيتش اقول لهم ده مسلم، فدخلوه دفنوه، وبكده ضمنت الحمد لله ان ابويا مش هيطلعوه المطربين، دي ثاني مره يطلعوه، دي تاني مره يطلعوه، يعني بقى في ناس انا اتصرفت فيهم من اسرتي، في ناس انا اتصرفت فيهم بسم الله ما شاء الله، الناس اللي كانت سمينه شويه كده اهوت وبتاع انا بعتها لي بتاع الحواوسي، الناس اللي معضمه ما كانش فيها لحمه بتاع الحواوسي رفض ان هو ياخدهم، اضطريت اجيبهم هم عايشين معايا، اهم عايشين معايا. كنت هتلاقوا في انهي دوله في العالم ها هيكون فيها واحد زي الاباظيزي جايب، ما بتتحرمش من امواتك، الموت مش معناه فراق، في مصر الموت مش فراق، لا، مش لما بتروح تدفن الميت بتاعك بتقول كده خلاص انا فرقته، لا، احتمال بعد اسبوع اباظيزي يهد القبر عليه ويرجعه لك. شفت مخلينا مع بعض ازاي؟ مش فراق الموت يا ولاد، مش فراق، لا ده في العالم، في العالم الموت فراق، عندنا هنا لا مش فراق، الموت مش فراق، احتمال تدفنه النهارده يرموه لك في وشك بكره، خد يا عم روح ادفنه في حته تانيه، ساعتها انت بقى عندك حريه التصرف، لو تفكيرك كويس صدقني يا ابني بقول لك اهو لمصلحتك، بيعوا لبتاع الحواوسي، هيكرمس لك 10 جنيه في ايدك ورغيفين حواوسي، وبسم الله ما شاء الله هيبقى ابوك ولا امك يدوبوا في البق، حاجه بسم الله ما شاء الله رحمه ونور كده، رغيفه حواوسي هتبقى في بطن اخواتك المصريين. اما اذا كان بقى الميت بتاعك لا مؤاخذه كده حالته ضعيفه وكان ميت من جوه ومش عارف ايه، بتاع الحواوسي ما بيرضاش يشتري، بتاع الحواوسي ما بيرضاش يشتري، حلك الوحيد رجعه يعيش معاك، رجعه يعيش معاك، وبكده الاباظيزي بيرجع مصر لعصرها الذهبي، عشان نتعلم التحنيط، ما ندفنش موتانا عشان ما يرجعوا، احنا هنحنطهم، يا ابن الاحبه، خلاص احنا هنحنطهم، ما احنا ينبحهم يا نحنطهم، احنا هنحنطهم ويعيشوا معانا، وبكده مفيش فراق، وكل امواتك يبقى عايشين معاك، وبكده مصر بقت مقبره كبيره. يلا ولسه العجايب ما خلصتش. معلش السياكه برضه، السياكه حاكمه على الواحد والنظافه، معلش انا بشيل التراب مطرح ما احنا قلنا لك الناس دي جايه من المقابر، جايه بترابها بقى ومش عارف ايه. المصيبه اللي حصلت ان الست مديحه كانت جايبه شنطه هيرمس، ايوه جايبه شنطه هيرمس، ترامب عمل جمارك على الصين، قامت الصين فاتحه الدنيا عامله فيديوهات وهي بتقول الماركات اللي بتتباع بالاف وعشرات الالاف من الدولارات احنا بنصنعها ب20 جنيه. اختي كان بيتفرج على الاخبار دي مين؟ الست مديحه، لقيتها قامت ضربه ايدها على قفصها الصدري وقالت يا خراسي يا خراسي، ومن ساعتها قالت يا خراسي الصنطه اللي انا جايباها مش اصلي، الصنطه اللي انا جايباها مش اصلي، اللي فنيت عمري دي باعت كلي عشان تجيب الصنطه ديت. من ساعتها بقى لا على حامي ولا على بيت، خلاص كل الماركات طلعت وسمعنا اسعار، انا سمعت اسعار، بس امسك اعصابك، انا سمعنا اسعار ان في بني ادمين عايشين معانا هنا على الكوكب، على نفس ذات الكوكب، بتشتري شنط تصل سعر الشنطه، امسك اعصابك كويس، ل 1300 جنيه، مش هتكلم اكتر من كده، مش هقول عشان اعصابك تتحمل،
قسما بالله ان في بني ادمين عايشين معانا على هذا الكوكب بيدفعوا 1300 جنيه في الصنطة. دي لو صنطة المزة ما كانتش لو معمولة من جلد صنطة المزة ما كناش هندفع فيها 1300 جنيه. انما ماشي، معنى كده ان اللي بيحصل ايه؟ خلاص امريكا هتفلس، عايشه على الماركات وعلى اللي بتبيع الكلام ده بقى بفلوس وتكسب. مين هيروح يشتري دلوقتي؟ خلاص الناس اللي معاها فلوس مستحيل هتدفع 1300 جنيه تاني في صنطه. اهي انا عامه جايبها معاها عشان الناس اللي يقول معقوله مديحه بتشيل هرمس. وحتى بص لون الكفن بتاعها، لون الكفن بتاعها. يا سيدي خلاص، يا سيدي خلاص، ما احنا قلنا لك مش معنى ان مخبر ضربك مرتين ثلاثه هتعيش عمرك كله باطل في الارض. ارفع راسك انت ميت، ارفع راسك انت ميت خلاص. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. مش معنى خلاص ان مخبر اداك مره على قفاك هتعيش عمرك كله باطل في الارض. ارفع راسك انت ميت. خلاص وكده احنا بنبصر وقلوبنا مع اخواتنا الامريكان اللي خلاص ان شاء الله مش هيلاقوا ياكلوا. في منهم بيدور على عقد عمل في السعوديه وبيتعلم بقى يعمل كده، يقول بابا نواف بابا نواف، حاجات زي كده. حتى دلوقتي الامريكان مشغلين الاغاني السعودي عشان يتعودوا على اللهجه، بيتعودوا. يعني لو ركبت تاكسي في امريكا قلت له شغل لي حاجه نسمعها هتلاقيه مشغل لك مجادير يا قلبي العنا مجادير، ايش ذنبي انا مجادير وبتمضي حياتي كده. يعني دي حاجه بقت معتاده، يعني انت فاهم ازاي؟ المشكله ان في الامريكان اللي هتروح تشتغل خدامين في السعوديه بالناس اخواننا السعوديين انه حسن المعامله. مش معنى ان هم مثلا بلادهم مش لاقيه تاكل تعاملوهم وحش، لا وبلاش تقول له يا البرجر زي يا الطعميه، لا بلاش تقول له يا البرجر. يعني مثلا تزعلك اديله على خدوده وخلاص، انما مش لازم تقول له يا البرجر، مش لازم تقول له. وننتظر قريبا خطاب من السيد الزعيم الاباظيزي ويقول خليكوا كده، مش احسن ما تبقوا زي امريكا؟ وساعتها بقى نقول الحمد لله اللي حمانا من المصير. الاباظيزي ده هو اللي حمانا من المصير ان احنا نبقى زي الامريكان، ان احنا نبقى احنا حمانا ان احنا نبقى زي كل البني ادمين. الحمد لله والله العظيم احنا لولا الاباظيزي ده كان ممكن والعياذ بالله نبقى زي البني ادمين. كنا هنعيش ازاي؟ كان ممكن يبقى زي البني ادمين. تخيل انت نفسك، تخيل لما مؤاخذة انت نفسك، تخيل تتحول من، خلانا في مراحلنا الاولى الانسان كان بيبقى حيوان منوي، وبعد كده بتحصل عمليات معينه فبيتحول لانسان. هو رجعك للمرحله دي، مرحله الحيوان المنوي. بلاش منوي لو مضايقاك، مرحله الحيوان. فاحنا ثابتين عند مرحله الحيوان. بدون هذا الرجل كان والعياذ بالله ممكن تبقى انسان. شوف بقى قول لي كنت هتعيش ازاي؟ قول لي كنت هتعيش ازاي؟ انت شفت الليونه اللي في رقبه المرحوم؟ اللي رغم ان هو هيكل عظمي ما زال باصص في الارض، ما زال نفسه مكسوره. عشان تعرف ده ليه؟ لبن العصفور اللي خده ده كف عصفور خلاه دايما عامل كده، مش قادر اعدله. انا كل ما ارفع له راسه يقول لك العين ما تعلاش عن الحاجب، ده انا مواطن لازم ابقى عامل كده. العين ما تعلاش عن الحاجب، انا مواطن لازم اكون عامل كده. عشان نقول لكم انما انتم مش قسما بالله يا شعب مصر انتم مش حاسين قيمة حتة الكاكا اللي ماسكينها في ايديكم دي غير لما ان شاء الله تزول من وشكم. مش هتحسوا بقيمة هذا الرجل الكاكاوي غير لما يزول ان شاء الله من وشكم، يزول من وشكم. كل سنة وانتم طيبين. سلام.